اهلا اهلا. يلا نعمل النهارده مكرونه بالبشاميل بطريقه سهله وبسيطه جدا. مش هتاخد منك اي توقيت. كمان البشاميل بتاعك هيبقى كريمي ومش هيكلكع منك. اوعدك اللي انا هوريك النهارده طريقه البشاميل بتاعك مش هيكلكع منك. يلا بينا نبتدي، بس قبل ما نبتدي نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله. واللي لسه ما يعرفنيش، انا مطبخ ست هانم. في حله على النار هنحط ميه تغلي بس، ونحط فيها المكرونه. وبعدين عندك بصلة هتحطيها برضو في حلة تانية، وهتسيبيها لحد ما تاخد لون ذهبي، وهتنزلي بالصلصة بتاعتك. حطي فيها معلقة ملح، حبة فلفل، وسيبيها يا ست الكل تغلي. بعدين هنجيب صينية هنحط فيها مكعب زبدة، هننزل بقى بالبصلة بتاعتي، بصلة مفرومة كويس جدا. هنحط اللحمة تتعصج. هنحط بقى في اللحمة ايه؟ هنحط فيها ملح وفلفل بس كده، مش بحط فيها حاجة تانية. عايزة تضيفي حاجات تانية براحتك، بس دي طريقتي في تعصيج اللحمة. هسيبها لحد ما تستوي كويس جدا، وبعدين هرفعها من على النار. طبعا هي بتاخد وقتها في السوي، كل ده على نار عالية عشان ما تنزلش مية كتير، لان هي لو نزلت مية هتفضلي تسيبيها لحد ما تستوى. هي طبعا بتستوي، طبعا اللحمة المفرومة ما بتاخدش اي سوي. هتسيبيها لحد لما تاخد لون كده، حتى يعني بيبقى لونها بني غامق، يعني مش غامق قوي، يعني يبقى بني كده حلو. وطبعا اهم حاجة تظبطي ايه؟ الفلفل بتاعك. طبعا هنا انا سبت الصلصة لحد لما غليت كده غلوتين. قلتلكوا حطيت ملح وفلفل فيها، وبعدين هنزل ايه؟ على اللحمة اللي انا عملتها، اللي انا عصقتها واستوت خالص خالص. وهدي للخليط الحلو ده تقلبتين كده، وهسيبها تغلي غلوتين. كده احنا خلصنا. هنعمل بقى ايه؟ زي ما انا قلت لكم البشاميل. هتحط شوية زيت، حبة زبدة. هتسيب الزيت مع الزبدة يسخنوا شوية كده. وانا النهاردة هقولك طريقة حلوة تعملي بها البشاميل وما يكلكعش منك. طبعا عشان نبقى متفقين مع بعض، تقل البشاميل على حسبك انت. يعني انت لو سبتيه يتقل في تغليه بقى، يعني تسيبيه على النار كده شويه هيتقل، لان دي بيتقل معاكي. هنحط، خلينا متفقين، حطينا الزيت حطينا الزبده. هتحطي على كل كوبايه لبن معلقه دقيق. يعني انا هنا عندي عملت صينيتين، فهحط فيها ايه؟ حطيت 10 معالق دقيق. حطيت عليهم قصادهم 10 كوباية لبن. ممكن انتي تنقصي شوية من اللبن، تحطي مية. يعني تحطي مثلا 8 لبن و2 مية، او 6 لبن و4 مية، براحتك، مفيش اي مشكلة. بس طبعا اللبن بيبقى كامل الدسم، اهم حاجة. وطبعا الخليط بتاعك يبقى بالمنظر ده، يعني تظبطي الزيت والزبدة بتاعتك لحد ما تبقى بالمنظر ده. طبعا انا قلتلكوا معلقة الدقيق عليها كوباية لبن. هتقعدي تقلبي فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي، بس ما يتحرقش منك. اهم حاجة البشاميل بتاعك ما يتحرقش منك، عشان هيبقى طعمه مش حلو. ده اهم حاجة، اللي انت بتسوي ايه؟ الدقيق بتاعك. بعدين هننزل باللبن. نزول اللبن عليه، اللبن سقعان، يعني اللبن ساقع والبشاميل سخنة كده، هو مش هيكلكع منك. لكن ما ينفعش الاتنين يبقوا سخنين، خدي بالك من الحته دي. هتقعدي تقلبي كده شويه، هو ما كلكعش معاه. هو بيكلكع في حاله واحده، لو الزيت مع الزبده مش مظبوطين، او الزبده بس، لو انت هتحطي الزبده بس مش مظبوطه. النعومه بتاعته يعني مش اخد زيت او مش اخد زبده. وطبعا زي ما انا قلتلك، اهم حاجه تظبطي مقدار اللبن بتاعك. كوبايه لبن عليها معلقه دقيق. هنسيبه ياخد ويدي كده مع نفسه في النار. انا حطيت بالنسبه لي، حطيت معلقه ملح، حبه ملح حدقته، وحطيت ايه؟ شويه فلفل. في ناس بقى بتحط بهارات تانية. براحتك انت، على حسب ما انت بتستطعميه طعمه بالنسبه لك عامل ازاي. زي ما انا قبل كده قلت لكم، الاكل مش اللي هو لازم ده يبقى لازم ده. انت بتحبي حاجات تانية تحطيها، توابل حطي. ونزلت ايه؟ ببيضايه. في ناس بتزود البيض، مفيش اي مشكله، اهم حاجه الطعم اللي انت عايزاه حطيه. طبعا انا هنا المكرونه كانت اتسلقت معايا. إيه، حطيتها وحطيت البشاميل. خطوه حلوه قوي اللي انت ايه؟ تقلبي البشاميل مع المكرونه.
دي خطوة حلوة جدا. لازم البشاميل ياخد من المكرونة، لازم يا جماعة. ما ينفعش تحطيه طبقة كده وتسيبيها، لا. بعدين نزلت بقى ايه باللحمة اللي فيها الصلصة. حطيت حبة حلوين برضه عشان تبقى باينة في الاكل، وفعلا كانت باينة وطعمها كان حلو جدا. وبعدين بعد ما انا ظبطت كده وسويتها خالص خالص، بدأت ايه انزل بالطبقة التانية من المكرونة. فضل عندي شوية مكرونة، قلبتهم في اللحمة الباقية وحطيت عليهم ايه البشاميل. كانت برضو حلوة جدا. وبس، وحطيت بقى طبقة البشاميل التانية زي ما انتوا شايفين، وحط عليها الموتزاريلا. مش عايزة تحطي موتزاريلا او ما عندكيش، ممكن تحطي بيضاية، بس تحطي عليها شوية فلفل وملح وتحطيها على الوش زي ما اهالينا زمان كانوا بيعملوا. ما كانش عندهم موتزاريلا ولا حاجة، كانوا بيحطوا بيضاية على الوش، وكانت بتبقى تمام وحلوة جدا جدا بصراحة. وحطيت الموتزاريلا ودخلتها الفرن، يا دوبك اخدت ربع ساعة، اتشوت من تحت ومن فوق. وطلعت سهلة جدا، قلتلكوا خطواتها بسيطة جدا جدا جدا، وهتطلع جوسي كريمية جدا جدا، وطلعت حلوة قوي قوي قوي. زي ما انا قلتلكوا، سمك البشاميل انت اللي بتتحكمي فيه. في ناس بتبقى عايزاه اتقل من كده، وفي ناس بتبقى عايزاه اخف من كده، براحتك. بس في النهاية بتطلع طعمها جميل في الاخر. وبس، طلعت اهي من الفرن حلوة جدا جدا جدا، وكانت طالعة خطيرة. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مع مطبخ ست هانم. مع السلامة.